صباح الورد والفل والياسمين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه الشغل الجامد ده على الصبح كده رنج؟ والله بصوا، هي طلبت معايا اضرب الصبح كده رنج. اخواتي كان عندي، قلت لهم نفطر ايه؟ بصراحه مش عايزين نفطر لا فول بقى ولا طعميه ولا بيض ولا الكلام ده كله ولا برنجان. نفطر ايه؟ نفطر ايه؟ قلت لهم طب والله لا جايبه رنج. بصراحه كانت اكله في الجون بجد كانت حلوه قوي. المهم كنا واتبسطنا، وهما بقى كان وراهم مشاوير مشوا. وانا بقى دخلت عشان اتعمق بقيت الشقه. شايفين الشقه عامله ازاي؟ شايفين التراب؟ انا مش يا جماعه، انتوا مش قادرين تصدقوني ان انا فعلا شقتي كانت خلاص اتدمرت من كل حاجه. كان التراب اتمكن منها قوي، خصوصا اليومين اللي فاتوا كان فيه تراب. بس على مين بقى؟ مسكنا كل ده فورته تاني. هو الشغل والله ما خد مني حاجه، يعني انا كنت بادئه تقريبا الساعه 11 ونص شغل. عايزه اقول لكم ان بقيت الشقه كلها انا تقريبا على المغرب كده كنت مخلصاها. هتقولوا لي ازاي؟ ما اعرفش. ساعات يا جماعه بتيجوا تشتغلوا شغل بتحسي ان سبحان الله ربنا واقف معاكي فيه. بتحسي ان كل حاجه كده سهله وبسيطه وبتخلص بسرعه. طبعا بقى بدات اول حاجه خالص في الاوضه نظفت شبابيكها كلها. لان طبعا انتوا عارفين الشبابيك والحاجات دي هي اللي بتجيب التراب. نضفتها ووضبتها. هتغسلي الشبابيك يا اميره؟ لا انا مش هغسل الشبابيك المره دي، لان طبعا انتوا شايفين الجو اصلا مش مظبوط، يعني مش مستقر. فلا هسيب بقى غسيل الشبابيك ده شويه كده اما احس ان الجو فعلا مستقر. بس مسكت نضفتها ولمعتها. وخدت عارفين بقى الميه اللي انا كنت عاملاها دي بتاعه الحيطان وكده. مسكت فوطه وطوقت برضو الشبابيك كلها بحيث برضو انها تبقى نظيفه وحلوه. المهم هلمع بقى الخشب بتاعه كله ونضفته وظبطته. المرتبه دي بقى قلبتها وهفرش بقى الملايه الجديده بتاعتي. الشغل في الاوضه ما خدش مني وقت طويل، رغم والله ان كل حاجه متنضفه. طبعا تحت السراير بتاعتي منضفاها وموضباها ومستفه كل حاجه. فالدنيا عندي الحمد لله خلصت على طول. المهم هكمل بقى بقيه السرير وهمسح بقى التسريحه بتاعتي واحط المفارش وكل حاجه. كل حاجه والله ما سبتها في الاوضه. بس انا بصراحه يعني في الاخر خالص مسكت بقى مسحت الشقه كلها على بعضها بميه وكلور. دي برضو اوضه الاطفال نفس النظام، برضو نظفت شباكها ونظفت الخشب بتاعها. عايزه اقول لكم ان الاوضه دي كانت مليانه تراب لان شباكها بحري بيدخل تراب رهيب. مسكتها مسحتها كلها. في الوقت ده بقى كنت بفرش في الصالون، كان النور قطع بس الحمد لله جه على طول يعني ما تاخرش. وقمت بقى ايه مكمله. شايفين بقى الشلت اللي انا غسلاها؟ لا بجد فارقه معايا قوي. بجد تنظيفها ان انت تشيليها وتغسليها، لا نظفت الدنيا عندي، حاسه ان الدنيا كلها زي جديده نظيفه بجد. هفرش بقى المخدات بتاعتي واحط الحاجه بتاعتي. الشغل بقى اللي هو الجميل ده شايفين والله الدنيا ما خدت مني وقت. على فكره لا الشباك ده بقى انا غسلته بميه، والبلكونه كلها غسلتها بميه. هحط بقى المفارش بتاعتي والحاجه. بس الشغل مش عارفه هو كان والله الدنيا يعني بسيطه خالص. المهم احط بقى المفارش بتاعتي واحط حاجتي كلها. النظافه ما بتاخدش وقت بالعكس. انا الفتره اللي فاتت كمان كانت الشقه عندي مش نظيفه. كنت حاسه بصراحه بمود مش حلو خالص. مهما كنت تعبانه ان انا اقوم اخلص اللي ورايا واخلص شغلي، لا بحس بحاجه حلوه قوي. فالشغل انا بالنسبه لي لا بحس ان انا فايقه. طبعا بقى دي الجنوب اللي انا قلت لكم عليها اللي انا كنت شايلاه. انا برضو مش عارفه انا كنت شايلاها ليه. بس لا هي ادت شكل برضو، تحسي ان الشقه يعني اتقسمت كده بقى في منظر شويه. هفرش برضو بقى مفرش السفره بتاعي. وكده خلاص برضو السفره دي اتمسكت اتلمعت كلها. برضو انا ما عملتش لوحدي، برضو بنتي ساعدتني. ما شاء الله بقى ربنا يخليها لي، هي في الاجازه فقالت يا ماما انا هساعدك في الشغل وكده. فهي ساعدتني برضو خلصنا على طول. المهم هكمل بقى كده. انا عندي الشقه كلها بصوا فله. ما سبتش حاجه في الشقه الا لما عملتها. كل حاجه اتنضفت بالظبط بالظبط زي الانتريه. فالدنيا كلها عندي ما شاء الله خلصت. عايزه اقول لكم بقى بالنسبه للحمام انا جربت الفلاش حلو قوي. بجد حطيه بس يعني بكتيره ساعه وتسيبيه. يعني الاماكن غصب في الحمام مثلا الزوايا عند الحوض، عند التويلت، اعزكم الله. الاماكن ديت حطي فيها بقى جنب منها كده الفلاش وسيبيه ساعه. وامسكي بقى دعكي. انا عايزه اقول لك ان الحمام بتاعي رجع جديد من الاول وجديد. بجد بجد لا نظافه نظافه فوق مما تتخيلي. ما بتحتاجيش بقى حاجات تانية او مواد تانية ممكن تبقى مضرة او كده. لا الفلاش كويس بس ما تضيفوهوش مع اي مادة تانية. وحاولي برضو ان انت ما تستنشقوهوش كتير. هتحطيه وتقفلي الباب وتقومي داخله بقى دعكه دعكه محترمه. لا هتلاقي الحمام عندك تحول. هنا بقى طبعا جبت لكم بقى المنظر. انا جبت لكم في الاول تخاطيف كده وقلت بقى اجيب لكم المنظر في الاخر. طبعا بقى كنت خلاص غسلت الهدوم دي كلها. بحيث ان انا انشرها. انا كده يا جماعه لازم اما اخلص شغل اخلص كل الشغل على اكمل وجه. هتعب شويه مش مشكله، يعني انا كان عندي شويه غسيل لا غسلتهم برضو والله ونشرتهم. اضاءه الحمام كمان مش مبينه لكم بس بجد الحمام عنده نظيف جدا.
دي بقى بقت الشقه. يعني شايفين، لو انتوا بقى شايفين ان في حاجه كده عرفوني. بس والله العظيم انا مسكت الشقه كلها، عايزه اقول لكم انها رجعت تلمع تاني. بصوا، ولا بعد ست في البيت يا جماعه، بجد الست حاجه تانية برضه في البيت. اولا ربنا يخلي يا رب ابهاتنا كلهم. بس برضو الست لها لمساتها بقى كده، اللي هي طريقتها بقى في ترتيب بيتها وحياتها وكلام من ده. انتوا اكيد يعني فاهمين الكلام اللي انا بقوله. بس فعلا انا لما قمت وشفت بيتي وشفت حياتي وشفت مصلحتي، لا حسيت ان الدنيا اتحولت، حسيت ان انا قاعده فعلا في جنه. الشقه حلوه. واحلى حاجه بقى لما تفتحي الشاشه بتاعتك على الحجاج، بجد بجد يا رب اللهم امين. انا وكل اللي بيسمعني وكل اللي بيتمنى يا رب السنه الجايه ربنا يوعدنا بالحج. اللهم امين يا رب. قولوا بقى امين يا رب عشان ربنا يتقبل مننا. طبعا دي برضو البلكونه بقى حطيت لها ستاره جديده ونضفتها وظبطتها. انا حاطه المكنسه بره لان فعلا الشقه ما عنديش فيها مكان، بس البلكونه هي نظيفه. طبعا فرشها بستاره وفرشها بسجاده صغيره، فهي نظيفه وزي الفل، يعني تقريبا زي الشقه بالظبط. طبعا بقى ده اللي انتريه اللي كان خد مننا يوم كامل في التنظيف. لا خلاص كل حاجه بقت تمام، بقت نظيفه. قولوا له برضو في التعليقات. فعلا فعلا انا قدرت ان انا اسيطر على الشقه تاني وارجع كل حاجه ولا لا. المهم بقى خلاص خلصنا والشقة بقت زي الفل وبخرتها وتمام. والوقت ده تقريبا كنا الساعة 7، 7:30، 8 تقريبا على ما انا فاكرة يعني. عايزين يتغدوا. طب اغديهم ايه؟ طب انا لسه هطبخ، يعني لسه هعمل لي بقى موال طبخ وكده. يقوم بقى جاي في دماغي ايه؟ يعني فوقوا بقى شر الست المصرية لما بتفكر. يقوم جاي في دماغي ان انا عندي شوربة. وكمان عندي صلصه. فقلت طب وايه المانع يعني اما اسلي نفسي واعمل حله محشي صغننه، محشي بعد الشغل ده كله. اه والله العظيم ما تتريقوش عليا. طبعا جوزي بقى كان المفروض هيجي الشغل كده الساعه 10. طبعا كان لازم يجي يلاقي اكل. ولادي كمان يعني ملهمش في الرنجة قوي فما تقلوش، فطبعا خلاص جعانين وكده. السندوتشات والحاجات دي يا جماعه ما تاكلش معاهم. فالمهم قلت انا هعمل حله صغننه كده ياكلوا. يعني كلام بيني وبينكم، هي الصلصه موجوده وكمان الشوربه موجوده وعندي كمان الكرنب. انتوا عارفين ان انا مفرزاه. طب ايه المشكله بقى؟ هقطع بس الارضيه بس طماطم وبصل وحاجات من دي. ويعني والشبت كمان والله، يعني أنا كمان كان عندي شبت، يعني الشبت كمان كان متفرز. فقلت خلاص بقى يعني في ثانيه يا دوبك على اللف مش مشكله. وقفت والله ولفتها، ما خدت مني بالظبط 10 دقايق من الحاجه جاهزه. فالدنيا كانت بسيطه. المهم طبعا بقى هكمل حشوها وهحمر معاها بانيه. يعني ما طلعتش بقى فراخ ولا كده بقى، لا طبعا اما تفك بقى الدنيا لسه. فقلت لا انا هحمر معاها بانيه وخلاص. وده بس كان اليوم بتاعنا. يبان اليوم كتير او شغل كتير. هقول لكم قسما بالله قسما بالله انا ما حسيت ان انا اشتغلت اصلا. ما حسيتش ان انا عملت حاجه. بجد ربنا يروق بالنا كلنا. طول ما بالك رايق وطول ما نفسيتك كويسه الدنيا بتبقى حلوه قوي، كل حاجه بتبقى سهله معاكي. فقومي بقى لو وراكي شغل ولا حاجه خلصيه. يا رب فيديوهاتي تكون خفيفة على قلوبكم. طبعا بقى لو انتي شفت الفيديو لحد هنا ما تنسينيش باللايك والاشتراك. بحبكم في الله. مع السلامة.